في الجو الحر ده مفيش احلى من حاجة باردة ترطب على القلب. النهاردة هنعمل مع بعض ايس كريم موز بالشوكولاتة، طعمه احلى من الجاهز وبطريقة سهلة جدا. يلا نبدأ مع بعض. معانا 5 موزات، نبدأ نقطعهم قطع صغيرة زي ما احنا شايفين مع بعض. وهنجيب الخلاط ونحط فيه الموز بعد ما قطعناه بنفس الصورة، وبعدين هنجيب كوباية لبن بارد جدا، وانا حطيت 3 معالق كريم شانتيه علشان اعزز الطعم، ومعلقتين كبار عسل نحل. ونبتدي نضرب الخليط بحيث يدوب الخلاط يلف لفة ونص كده، ما نضربوش قوي علشان الخليط ما يكونش سايل معانا، انا عايزاه قوامه بنفس الصورة. بعد كده هنجهز كوبايات بلاستيك ونبتدي نصب فيها الخليط، وما نملاش الكوبايات للآخر، وما ننساش اللايك والاشتراك وكومنت حلو زي قلبكم. بعد كده هنحط في كل كوباية عصاية الايس كريم بنفس الصورة. بعد كده هنحطه في الفريزر لمدة 3 ساعات لحد ما يتجمد معانا، وده شكله بعد ما يتجمد. بعد كده هنبدأ نجهز الشوكولاتة، ندخلها في الميكروويف او نسيحها على بخار مية ونتابعها، واول ما تسيح نشيلها علشان ما تنشفش معانا. بعد كده هنحط عليها المكسرات مجروشة لو مش متاح عندنا مفيش مشكلة، وهنبدأ نغلف الايس كريم بالشوكولاتة زي ما احنا شايفين مع بعض. وناخد بالنا حبايبي، لازم الايس كريم يكون خارج حالا من الفريزر، والشوكولاتة تكون دافية مش سخنة معانا علشان الشوكولاتة تمسك في الايس كريم. وده شكله بعد ما اتجمد معانا، والف هنا وشفا على كل اللي يجربه. ما ننساش اللايك والاشتراك.